السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. معاكم حنان من قناة سهل وبسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم في طريقة البانيه دي؟ طريقة مختلفة خالص عن أي طريقة احنا بنقدمها. بالنسبة للبانيه جميل بس روعة والله، طعمها تحفة تحفة. يا رب تعجبكم إن شاء الله وتعملوها. تعالوا ندخل على الوصفة. أنا عندي جزر وبطاطس مقطعاهم بصوابع بالشكل دوت. طبعا هحطهم في المية وبعد كده هحط عليهم شوية ملح، وهنشتغل بقى ايه، هنحطهم ايه على النار وهسيبهم لغاية ما يغلوا غلوة واحدة بس، يعني دقيقة بس تغلي كده، وهطفي عليهم وصفيهم من الميه عشان انا مش عايزاهم يستووا في الميه. تمام كده. عندي بقى ايه البانيه، يعني الكميه اللي انت عايزاها. وبعد كده هجيبها بقى في، هحطها كده في كيس الهواء حفظ ثلاجه، وهبدا ادقها بالشكل دوت. بس خلي بالك علشان الصدور مش بتتحمل، ممكن يتقطع منك، فانت خلي ايديكي خفيفه برضو علشان ايه ما تقطعهمش. طبعا هدق انا اللي هي الصدور اللي عندي كلها كده، او الشرايح البانيه اللي عندي كلها كده. تمام. التتبيله بقى عباره عن ملح وفلفل فقط لا غير، يعني انا مش عايزه اي بهارات تغطي على طعم اللي هي الوصفه بتاعتي. هتبلهم كده من الجنبين، كل شريحة كده هتبلها من الجنبين بحبة بالملح والفلفل الأسمر. أتبل الكمية بتاعتي كلها كده. بعد كده أنا عندي الصينية اللي هحطهم فيهم. بعد كده أنا عندي اللي هي تمن الكريمة، خدت منه معلقة وهمسحها كده في قعر اللي هي الطبق بتاعي. الصينية اللي هتدخل الفرن ده تمن كريمة يا حبايبي. وعندي برضو تمن تركي مبشور، جبنة تركي مبشور، وطبعا الجزر والبطاطس اللي احنا عملناهم على البوتاجاز. هجيب كده بقى شريحة اللي هي البانيه، واحط عليها اول حاجة الجبنة المبشورة تركي، بعد كده شريحة اللي هي الجزر والبطاطس، وهبدأ الفها بالطريقة دي. شايفين سهل جدا، لان احنا دقين اللي هي الصدور، فهي بتتلف ويانا كويس جدا. يبقى احنا اول حاجة جبنة، بعدين البطاطس، بعدين الجزر، وهنلف. خلصي بقى كميتك كلها بالطريقة دي، جبنة بعدين اللي هي البطاطس والجزر، ولفيهم. مفيش اسهل من كده، طريقه مختلفه وجميله جدا. ان شاء الله جربيها، مش هتندمي ابدا. حطي بقى بقيه الجزر والبطاطس، بصراحه بيبقى طعمهم فظيع فظيع اكتر من الفراخ كمان يا جماعه. حطيهم كده، وبعد كده الكريمه اللي فاضله عندي اللي هي تمن الكريمه، يعني احط عليهم ربع كوبايه حليب وهقلبهم، وهبدا انزل بيهم على اللي هي الصينيه بتاعتي بالشكل ده. انت تستوي بقى في الكريمه كده، رهيبه يا جماعه، طعمه فظيع. بعد كده علشان الوش يحمر جبنه تركي عليهم. وبعد كده معلش انا غطيتهم بورق فويل بس ما بانش يعني في الكاميرا. على فرن بقى على حراره 200 في الرف الاوسط، هيقعد حوالي نص ساعه. لو الوش بتاعهم ما احمرش افتحي الشوايه حوالي دقيقتين كده 3، هتطلع لك بالشكل ده. شايفين بقى الجمال والروعه؟ طعمه يعني بانيه كانك اول مره تاكلي بانيه بالطريقه ديت، جميله جدا. يعني الحاجات كلها اللي حاطين الكريمه مع الاجبان ميكس هايل. الف انا يا حبايبي، والسلام.